شفت استاد الكامب نو الجديد؟ هتتصدم من الجمال. كشفت تقارير صحفيه عن الشكل النهائي لملعب برشلونه الجديد الكامب نو، واللي سيتم افتتاحه في نهايه هذا العام، وسيخوض الفريق الكتالوني مباريات الدور الثاني على ارضيته. وفقا لصحيفه اس الاسبانيه، ستتسع النسخه الجديده من ملعب سبوتيفاي كامب نو ل 104,000 متفرج، وهو الاكبر في اوروبا والخامس في العالم، وهيحقق حد ادنى للدخل يبلغ 347 مليون يورو سنويا. وهتتميز واجهه الملعب الاماميه بشاشه عملاقه تعرض معلومات المباراه، بالاضافه الى محتوى تفاعلي اخر. ومن المتوقع ان يفتح الملعب الجديد ابوابه امام الجماهير في ديسمبر المقبل بحد ادنى 64,000 متفرج بين المدرجين الاول والثاني، وهتستمر اعمال التطوير في المدرج الثالث. برشلونه كمان بالفعل بدا الاستفاده من الكامب نو الجديد، وباع 95% من مقاعد الكامب نو الجديد VIP، كان معظمها للشركات، وده بيشكل دخل سنوي بقيمه 120 مليون يورو تقريبا. وكمان اعلن النادي عن منطقه بلايرز زون، وهي بتقع في افضل منطقه في ملعب الكامب نو كرؤيه مع مميزات تانية، وسعرها السنوي ما بين 8,000 يورو الى 22,000 يورو. في رايك ابو الكباتن في الكامب نو الجديد؟